السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان: هل يا دكتور مرضى الكلى بتاثر مرض الكلى على سنانهم؟ اقول لك يعني في علاقه. لو انسان مثلا لا قدر الله عنده فشل كلوي، الكلى ما بتشتغلش عنده، هل بتاثر على سنانه؟ اقول لك ايوه. لما بيحصل مشكله مزمنه في الكلى بتاثر على الاسنان. ازاي؟ لان احنا عارفين لما بيكون في مشكله في الكلى ما بتشتغلش كويس، بتبدا نسبه البول الناتجه الطالعه من الجسم تبدا قليله. ليه؟ لان الكلى مش قادره ان هي تشتغل بوظيفتها ان هي تنقي الدم من السموم، وده بيؤدي طبعا لتعرض الجسم للعدوى المعوية اللي هي ايه ممكن تأثر على بقك وعلى سنانك. زي برضو ما بنقول لك ان امراض الكلى المزمنة بتأثر على مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم، فده بيخلي اللثة، عايز اقول لك، او الفم عندك يبدأ ان هو يهيج، وتبدأ الاسنان تتلف وتسوس. فبرضو عايز اقول لك الموضوع ليه ارتباط. بس دي كانت حلقة النهاردة، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله في حلقة جاية على إزاي إيه هي التعليمات المفروض يتبعها مريض الكلى وهو رايح عيادة السنان، أو بصفة عامة أقصد، عشان يحافظ على سنانه. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.